الحمد لله الواجب الوجود، الدائم العطاء والجود، الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة تقول: جاري يراودني على نفسي وهو متزوج، وأنا في حيرة من أمري، إن أخبرت أهلي قتلوه، وإن تركته يراودني دائما ولا يتوقف ويريد مني الفحشاء، فماذا أفعل سيدي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الجار سيدنا رسول الله يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظنيت بلي يدخلوه في الورثة كيما أخوك وكيما باباك وكيما، يعني يراودها على نفسها. هو مزوج وعنده امرأة. سبحان الله. الله يفكرك في الشهادة يا أختي، فكرتيني في واحد القصة ناخذوا منها العبرة، ناخذوا منها العبرة. كان واحد الجار عنده مرته وعنده ولاده، وكان دائما مور مرته يتبلى هذيك جارته، دائما يراودها على نفسها ويطلب منها الفحشاء ويطلب منها الحرام، دائما 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 يحاصرها. وهذيك المرأة صابرة، هذيك المرأة صابرة شريفة وعفيفة وصابرة. ما لا دار واحد الخطة، قال لمرته، قال لها: ماذا بيا غدوة نديو الدراري ونخرجوا نروحوا نحوسوا في الغابة، الناس الأطفال يتمتعوا بالخضرة وتشموا الهواء والشميسة ونفطروا ونجوا مولين. قالوا جارتنا وحدها مسكينة ما كاش شكون يحوس بها وما كاش شكون يخرجها، ماذا بينا تجي معانا. مرته شافتها حاجة مليحة، راحت لهذيك الجارة وهي لا تعلم باللي زوجها راوي يراودها على نفسها. قالت له: يا ودي غدوة راجل راح يخرجنا ونخرجوا جماعة، ماذا بيا تجي معايا نستأنس بك وتفرحي وتفطري معنا ونولوا. الأخرى قالت بلي ما فيها والو، ما دام مع مرته ومع أولاده نخرج معاهم، وين المشكلة؟ ما لا خرجهم الدار، راح إلى الغابة، في وسط الغابة غير وصل فرشوا وحطوا الفطور، ما لا تمتم قبض أولاده وطالهم دراهم. قالوا: ما نروحوا شروا لنا الحلوى. قالوا: جبنا معنا القهوة ما جبناش القاطو. ما لا بعتهم بعيد، لازم يخرجوا من الغابة ويشوا القاطو. راحوا ولاده في 3 أطفال صغار، راحوا. مرته قال لها: يا ودي اكي جبتي معك القهوة وجبتي لاتاي، الدراري راهم يشروا القاطو، روحي إلى حقل النعناع. كان واحد الحقل بعيد تانيك فيه النعناع، روحي إلى حقل النعناع جيبي لنا شوية نعناع. أما لا مرته راحت مشات باش تجيب النعناع من حقل النعناع وهو بعيد، أقعد هو مع هذيك الجارة. ما لا تمك يعني حاول يتعدى عليها بالقوة، بالقوة والضرب والتعدي، يعني محاولة وهي ترفض وتدفعه على نفسها ولا تتركه يصل إلى مراده. دار المحال بالعياط بالضرب بالخلايع كيما دار، ما وصلش إليها والحمد لله. قال لك جاز واحد مشرد كلوشار كما يقولوا، مشرد مسخ، يعني مسخ من هذوك اللي باتوا في الزنقه، جاز سمع العياط، راح لي قال: وش كاين وش بيك؟ قالوا: يا ودي راك تشوف انا اريدها لنفسي وهي ترفض. قالوا: بس انت علاش الضرب والعياط والسبان والدبازي؟ قالوا: علاش هذا الشيء كاع؟ قالوا: باش تمكنني من نفسها. قالوا: بس هاني ناجس دكا على حقل النعناع. قالوا: صبت مراه هي عرضت نفسها علي ووقعت معها باطل، بلا دبزة بلا عياط بلا ضبيح بلا والو. قالوا: ننصحك روح إلى حقل النعناع، راك تصيب مرة تم هي تعرض في نفسها على الناس. فأسقط في يده وتعجب الرجل، فهمت؟ هو بعد زوجته الحقل النعناع وهو لا يعمل زوجته ستخونه، لأنه هو كان يحاول يخونها، فهمت؟ عفوا تعف نساؤكم عن محرمي، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمه،
من يزني في بيت ب2000 درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. انت تحاول تتعدى على جارتك، وربي يذلك وربي فضحك. زوجتك بعتها انت بيدك الى حقل النعناع، تعرض في نفسها باطل. كان واحد الراجل كان عندهم سقاء يجيب لهم المال الدار، سقاء 30 سنة ما فتح عينه في المرأة، 30 سنة يدفق الماء ويروح. واحد النهار فتح عينه في المرأة كانت فاهمة ومدينة ومتقفة، غير جاء راجلها قالت له قل لي الصح، اليوم شفت في كاش مرأة نظرة محرمة؟ قالها نعم. قالت له لقد فعل بأهلك، هاي صارت لك. أما لا الأخت السائلة هذه نقول لك أنت أولا اتقي الله ولا تستجيبي لمراودته، ولكن إن ألح وشعرتي باللي خلاص أو يوصل معك إلى المحال، أنا بلغي لأهله، بلغي زوجته، باباه، ماليه، بلغي لأهلك. ما كان سكات في هذه المسألة، ما كان سكات. هذا يسمى العرض. المسلم لازم يصون العرض نتاعو. وهذوك النساء اللي تحلالها هو راهو يتبلى فيها بصح هي وعاجبها الحال، زعما ساكته بحجه زعما ما ديرش الفتنه. لا ديري الفتنه. الفتنه هي كي تسكتي، كي توصلوا للحرام والاثم لازم يحبس عند حده. كاش تمسخي في هذه المسائل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كي تحصري كاع وما قدرتيش تحليها في اطار عائلي، روحي للامن. روحي للامن، الامن يعيطوا له، هذه مساله ما تخافيش يكسلوه باذن الله. سائل يقول هل يمكنني أن أقوم الليلة بالمصحف؟ نعم يجوز لك أن تقوم الليلة بالمصحف. سي صالح من تيبازا، يجوز لك تشد المصحف وتقرأ. النافلة تصح من المصحف، ولكن لا تفعل هذا وراء الإمام في صلاة التراويح. فهمت ولا ما فهمتش؟ سائل من النعامة يقول هل يجوز للمرأة التخلي عن النقاب بعد زواجها؟ نعم يجوز. النقاب ليس مفروض وليس مرفوض بينها وبين راجلها. إذا راجلها قالها نحي نقاب تنحيه، إذا قالها راجلها ديره طاعته واجبة، طاعته واجبة. فالنقاب ليس مفروض وليس مرفوض. اشفاو النقاب، الستار، الجلباب، هذه المسائل كلها ما هي مرفوضة ما هي مفروضة. الواجب على المرأة أن تستر نفسها. حبت تستر بجلباب يجوز، بحجاب يجوز، بحايك يجوز، تشادر يجوز، ملاية يجوز، عباية يجوز. المهم تكون كاين الشروط الشرعية. الشروط الشرعية أن يكون ساترا سابغا لا يصف ولا يشف وليس لباس شهرة. كل هذه الشروط إذا توفرت فهو لباس شرعي. الآن هل يجوز لها تنحيه بعد الزواج بينها وبين راجلها؟ راجلها قالها خليه تخليه، قالها نحيه تنحيه، لأن طاعته واجبة. طيعي راجلك أنت، تبعي راجلك واش قال لك. سائل يقول صليت ليومين، أو سائلة هذه مكتوب الحاجة من تسمسلت، تقول صليت ليومين في فندق بمكة دون أن أعلم اتجاه الكعبة. الله يهديك يا الحاجة، هذه رايحة لمكة وتصلي يومين في الفندق. الله يهديك يا الحاجة، الله يهديك. راكي عارفة صلاة واحدة في مكة شحال تساوي؟ راكي عارفة صلاة واحدة وانت تشوفي الكعبة شحال تساوي؟ يعني كيف هذه غير ولا كنت مريضة. أما ما كيش مريضة يعني راكي هلكتي الحالة يا الحاجة. وزيد في داخل الفندق وصليتي لغير الكعبة في مكة المكرمة. القبلة في مكة تسمى قبلة معاينة. لا يصح أن تصلي في مكة إلا إلى الكعبة. كان عليك أن تسألي. وأنا شفت يعني في مكة المكرمة شفت واحد الحاجة مصرية الكعبة منا وهي تصلي منا، يعني تصلي ماشي في اتجاه الكعبة، موازية للكعبة. أعطات الكعبة باليسار تاعها وتصلي للفضاء يعني أمام الكعبة. قلت لها يا إما هاي الكعبة قدامك. قالت يا خليني نصلي قدام الكعبة مسكينة. قالوا لها صلي قدام الكعبة، صلت قدام الكعبة بس مشي للكعبة. أعطت الكعبة باليسار وكبرت في اتجاه الفضاء. فهذه الأخت عليك أن تعيدي كل الصلوات لما صليتياش للكعبة في مكة. وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.